جدا ان الناس بتنادي بعض باللاست نيم مش بالفيرست نيم، يعني بالاسم اللي هو بتاع العائله، لقب العيله، مش بالاسم بتاعهم اللي هو الاولاني. بعدين بقى نفسك ايه يعني لحظاتي في البدايات خالص، مثلا ايه الاقي في مجال العمل مثلا في الحاجات اللي هي الناس مش فريندلي، يعني مش ايمين مش في المحيط اللي هو الفريندلي، الناس بتنادي بعض باساميها، لكن في المحيط العمل المحيطات حلوه، المحيطات دي اللي هي الرسميه، يعني مثلا ايه ولادي في المدارس المدرسه ما يتقالهاش مارجريت مثلا، بيتقال لها مس مثلا مايكل. فانا مثلا فلحد ما فهمت الكلام ده، يعني في البدايه ما كانتش في بري كي، انا كنت فاهماه شويه من المحيط، بس مش فاهمه قوي، يعني ما حدش يتكلم معايا، لان انا الحاجات اللي كنت بشتغل فيها حاجات ليها طابع فريندلي، بتكون بيزنس صغيره مش شركات كبيره قوي، فبتنادي الناس عادي باسمهم الاولاني، يعني صاحبتي مثلا نانسي بنقول لها نانسي، زميلتي يعني. فلقيت الولاد بيقولوا لي يا ماما ميس جورج قالت لي مش عارف ايه، فبتحس انها تقيله عليك، لسه بتقول يا في ست اسمها جورج، لحد ما تستوعب بقى طبعا ان ده اللاست نيم. هتلاقي ميس مايكل، ميس جورج، واسمها ميس مش مستر، فهتلاقي بس ايه، ففي ناس كتير مش واخده بالها، ده انا لاحظته، يعني دي حاجه من الحاجات اللي لازم